السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان الفعل المضارع المنصوب. في الحصة اللي فاتت خدنا الفعل المضارع المرفوع. النهاردة هناخد الفعل المضارع المنصوب. طيب، الفعل المضارع المنصوب امتى يكون منصوب؟ قال لك ببساطة اذا سبقه أداة نصب او إذا سبقه أداة إيه؟ إذا سبقه أداة نصب. طيب، إيه هي أدوات النصب يا صديقي؟ ركز معايا جدا 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 جدا. أدوات النصب، خلي بالك من الأدوات ديت علشان يا صديقي مكملة معاك لتالتة ثانوي. طبعا في تانية ثانوي هيتضاف لك أدوات جديدة، ولكن احفظ الأدوات ديت. إيه هي أدوات النصب يا صديقي؟ معايا أن، لن، كي، حتى، ولام التعليل. يبقى انا معايا كام اداة يا صديقي؟ 5: ان، لن، كي، حتى، لام التعليل. احفظ معايا: ان، لن، كي، حتى، لام التعليل. ان، لن، كي، حتى، لام التعليل. ان، لن، كي، حتى، لام التعليل. طيب، الادوات ديت بتعمل ايه يا صديقي؟ قال لك ببساطة الادوات ديت لو انا شفتها قدام الفعل المضارع بتخلي الفعل المضارع منصوب. تاني، الادوات ديت لو انا شفتها قدام الفعل المضارع بيكون الفعل المضارع منصوب. طيب، الفعل المضارع بقى يا صديقي بيكون منصوب بإيه؟ خدنا المرة اللي فاتت إن الفعل المضارع المرفوع مرفوع بالضمة أو ثبوت النون، علشان احنا خدنا الأفعال الخمسة. طيب، الفعل المضارع بقى بيكون منصوب بإيه؟ تعالى كده نعمل كده ونكتب علامات نصب الإيه؟ المضارع. صلى على رسول الله. قال لك يا صديقي ان الفعل المضارع بيكون منصوب بحاجة من اتنين: يا اما يا صديقي بيكون منصوب بالفتحة، تمام، يا اما بيكون منصوب بحاجة اسمها حذف الايه؟ حذف النون. طيب، امتى حذف النون ديت؟ قال لك لو كان من الافعال الخمسة. طيب، تعالى نشوف مثال كده يا صديقي. لو انا جيت قلت لك الولد لن يلعب في الشارع، فين هنا الفعل المضارع المنصوب يا صديقي؟ الفعل المضارع هنا هو كلمة يلعب. قبله ايه؟ قبله لن، ولن دي أداة نصب. إذا كلمة يلعب ده هيعرب ايه؟ قال لك هيعرب فعل ايه؟ فعل مضارع ماله؟ منصوب. طيب، ليه منصوب؟ عشان قبله أداة نصب. يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ايه؟ قال لك علامة نصبه الفتحة. ليه؟ لأنه مش من الأفعال الخمسة، فخلي بالك من الحتة دي. طيب، لو أنا جمعتها بقى، يعني لو أنا قلت مثلا الأولاد لن يلعبوا في الشارع. طيب، تعالى نعرف كده. كلمة يلعبوا اسم ولا فعل؟ ده فعل. ماضي ولا مضارع؟ مضارع. طيب، قبله ايه؟ قبله لن. لن دي أداة نصب، يبقى فعل مضارع منصوب. طيب، هو فعل مضارع منصوب بإيه؟ لو انت ركزت هتلاقي ان اخره واو ايه؟ واو الف، دي واو الجماعة. طيب، واو الجماعة ديت من الافعال الخمس. الافعال الخمسة بتكون منصوبة بايه؟ قالك بتكون منصوبة بحذف النون. يبقى ده فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف الايه؟ حذف النون. طيب، لو انا قلت لك مثلا آه وأن تصوموا خير لكم، فين هنا الفعل المضارع يا صديقي؟ الفعل المضارع هنا كلمة تصوموا، أو فعل إيه؟ فعل مضارع. طيب، قبله إيه؟ قبله أن دي أداة نصب، يبقى فعل مضارع ماله؟ قال لك فعل مضارع منصوب. طيب، علامة نصبه إيه؟ ركز معايا. وعلامة نصبه أقف. هو تصوموا ده فعل عادي ولا فعل من الأفعال الخمسة؟ قال لك لا، ده فعل من الأفعال الخمس. إذا تصوموا ده فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف الإيه؟ حذف النون. طيب، لو انا قلت مثلا ايتها الفتاة ذاكري حتى تنجحي،
فين هنا الفعل المضارع يا صديقي؟ الفعل المضارع هنا كلمة تنجحي، قبلها ايه؟ قبلها حتى أداة نصب. طيب إذا تنجحي ده فعل مضارع ماله؟ منصوب. طيب منصوب بإيه؟ أركز، ديت مش تنجح، ده دي تنجحي كان أصلها تنجحين. إذا ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف الإيه؟ حذف النون. ليه حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب لو أنا قلت الفتاة تذاكر حتى تنجح، فين هنا الفعل المضارع المنصوب؟ لو انت ركزت يا صديقي هلاقي ان انا عندي اتنين فعل مضارع. تمام. طيب تذاكر ده فعل مضارع قبله اداة نصب؟ لا. قبله اداة من الادوات اللي احنا خدناها؟ لا. اذا ده فعل مضارع ماله؟ مرفوع. طيب علامة رفعه ايه؟ قال لك وعلامة رفعه الايه؟ الضم. طيب تنجح ده فعل مضارع قبله ايه؟ قبله حتى اداة نصب. اذا ده فعل مضارع ماله؟ قال لك ده فعل مضارع مج اسف منصوب. ليه؟ عشان قبله اداة نصب. يبقى فعل مضارع منصوب. تمام. وعلامة نصبه الايه؟ نصبه الفتحة. ليه؟ لانه مش من الافعال الايه؟ الخمسة. وبكده يا صديقي نكون خلصنا الفعل الايه؟ الفعل المضارع المنصوب. في نهاية حصتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.